امتى نقول ان الحاله دي محتاجه تاخد ادويه للسمنه، او الحاله دي محتاجه تدخل عمليات عشان عمليات جراحه السمنه؟ هل دوت بيتوقف مثلا على راي الدكتور؟ هل بيتوقف على راي المريض، او هو حابب ايه او مش حابب ايه؟ لا، ده اللي بيحدده حاجه اسمها معدل كتله الجسم اللي اتكلمنا عليه في الفيديو اللي فات. لو الوزن بتاعي من اللي اتفقنا عليه من 25 ل 29 اللي هو عنده زياده في الوزن، دوت محتاج يعمل حاجتين بس: دايت ويعدل نمط حياته، اللايف ستايل، يعني يعمل دايت ورياضه. مجرد بس ما عمل كده هيبدا يخس. طيب المرحله اللي بعد كده، الناس اللي بتعاني من السمنه، اللي هو البادي ماس اندكس او معدل كتله الجسم بتاعه اكتر من 30، من 30 ل 34، دوت لازم مع الدايت واللايف ستايل موديفيكيشن لازم ياخد ادويه. طيب الحاله بقى اللي هي فوق ال 34، اللي هو من 35 لفوق، ده محتاج طبعا يدخل عمليات، وبعد كده لازم ياخد طبعا يمشي على دايت ويعمل لايف ستايل موديفيكيشن وياخد ادويه كمان.